جالك قلب تقتل وتقطع ازاي كده يا صاحبي؟ تسيبني يا صاحبي؟ خلاص يعني الواحد مش قادر والله، يعني انا مش يا ايمن ما قلتلوش ليه يا ايمن انت عندك 4 عيال عايز تربيهم؟ يمكن كان سيبه. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف عليا. اللي قطع يتقطع، والله ما عيطت، اقسم بالله ما عيطت. يا استاذ ايمن، يا استاذ ايمن. أيمن عابد شاب عنده 43 سنة، متزوج وعنده 4 أولاد، مقيم في منطقة كوستيكا بالمعادي، راجل محترم وخدوم، الناس كلها بتشهد بأخلاقه وطيبته. من 10 سنين اتعرف على بنت الجيران اسمها أزهار، وحبوا بعض حب صادق، لأنه بعدها على طول دخل البيت من بابه وخطبها. وزي أي شاب أيمن كان لسه بيكون نفسه، بس أهل خطيبته كانوا مستعجلين على الجواز، وهو كان طالب إنهم يصبروا عليه شوية لحد ما يجهز نفسه. المهم حصل شوية خلاف، وزي اي خطوبه ما حصلش نصيب واتفشكلت. وبعدها اتقدم لازهار واحد تاني اسمه سيد سيف، وسيد كان جاهز ماديا، وتم الزواج على طول، والحياه استمرت، وربنا رزقها بالاطفال. وبعد فتره ايمن قدر يجهز نفسه ويكون نفسه، وعمل محل التجنيد اللي كان بيحلم بيه، وخطب واتجوز، وبرضه ربنا رزقه بالاولاد. ازهار وجوزها حصل ما بينهم مشاكل، لانه كان بيغير عليها جدا. الامر وصل انه ما كانش عايزها تنزل الشارع خالص، ولو راحت مشوار انت رايحه فين وجايه منين، واخرت ليه وكلمت مين. اللي خلى كمان المشاكل كترت ما بينهم اكتر واكتر لما سأل وعرف ان ازهار كانت مخطوبه لايمن جارها، وانهم كانوا بيحبوا بعض. فلما كان بيلاقي ازهار متغيره من ناحيته كان شكه بيزيد انها لسه بتفكر في ايمن ولسه بتحبه، فكان بيعمل معاها مشاكل كتير، وخناقات ما بينهم بتكتر وبتستمر. الامر وصل ان في خناقه ما بينهم صوتهم كان واصل للشارع، وهي بتقول انها ما بقتش قادره خلاص تستحمل العيشه معاه، وانها مش هتقدر تكمل معاه تاني ولازم يطلقها. هو رد عليها وقال لها انت عايزه تطلقي عشان ترجعي لايمن؟ قالت له يا ريت، ده ايمن احسن منك وارجل منك، يا ريت لي كنت اتجوزته هو وما اتجوزتكش انت. سيد بقى الكلام ده جرح كرامته وكان مزعله جدا. الامر اللي وصله انه راح لايمن المحل بتاعه وعمل معاه خناقه كبيره جدا، وقال له انت لازم تبعد عن مراتي. ايمن قال له يا عم مراتك ايه؟ ده موضوع وانتهى من زمان، ومراتك دي زي اخت، ما عمري هبص لها بصه كده ولا كده، والناس في المنطقه كلها تشهد على الكلام اللي انا بقوله ده. المهم الناس سلكتهم وهدت سيد، وان اللي في دماغه ده شك غلط ملوش اي اساس من الصحه، وان ايمن راجل محترم وما يعملش الكلام ده، والموضوع انتهى على كده. ولكن المشاكل استمرت في العلاقه ما بين ازهار وسيد، واللي زود البلاطينه لما سابت له البيت وراحت عند اهلها، وهو حاول يرجعها وما عرفش ابدا. ده غير انها رفعت عليه قضيه خلع وتمكين من الشقه لانها حاضنه الاولاد. سيد اول ما عرف الكلام ده اتجن بقى وقال بس يبقى هي كده عايزه تتطلق مني علشان ترجع لايمن تاني. وفي الوقت ده بقى شك في خياله المريض او حاله انه لازم يعكنن عليها وما ينولهاش اللي في بالها في الرجوع لخطيبها الاولاني ايمن. فقرر ايه بقى؟ انه لازم يتخلص من ايمن وينهي حياته علشان مراته ما تسيبهوش وتروح له. وفعلا بدأ يخطط لجريمته دي، بقى يروح ويقعد على القهوة ويراقب أيمن، وعايز يعرف خط سيره، بيروح المحل امتى وبيسيب المحل امتى وبيروح بيته امتى، كل حاجة. ده الأمر وصل إن واحد من قرايب أيمن راح لأيمن وقال له خلي بالك ده سيد سيف بيقعد على القهوة وبيراقبك. قال له يا عم بيراقبني إيه؟ أنا ما بعملش حاجة غلط، وخليه يراقب براحته علشان حتى يتأكد إن مفيش حاجة بيني وبين مراته. بعد ما سيد عرف كل حاجة عن أيمن راح وأجر شقة مفروشة في منطقة جنبهم في حدائق حلوان، وقرر إنه هيستدرج ايمن للشقه دي ويخلص عليه. وجهز بقى ساطور كبير ومطوه واكياس بلاستيك سودا كبيره، وحط خطته للتنفيذ. جاب واحده ست وخلاها تتصل على ايمن على اساس ان عندها انتريه وعايزه تنجده وتعمل ليه فرش جديد، وقالت لايمن على عنوان جنب عنوان الشقه اللي مأجرها سيد. ايمن رد عليها وقال لها حاضر هعدي عليك بكره الساعه 12 الظهر علشان اخد المقاسات بتاع الانتريه. في اليوم ده بقى ايمن كان جايب صنايعي يعمل له شويه شغل في البيت، وعلى الساعه 12 قال لمراته انه هيروح علشان يشوف اكل عيش، واتصل على اخوه علشان يجي يقف مع الصنايعي وهو بيشتغل، لانه ما ينفعش يسيب الصنايعي شغال ومراته لوحدها في البيت. ايمن طلع على المحل خد العده بتاعته، وبعد كده طلع وركب ميكروباص للعنوان اللي الست عطته له. وهو ماشي بقى في الشارع بعد ما نزل من الميكروباص وهو رايح لبيت الست دي، سيد سيف قابله في وشه
سيد كان عامل نفسه انه قابله صدفه. ايمن لما شاف سيد اتوتر جدا. سيد لما شاف ايمن راح مسلم عليه وحضن وقال له مالك يا عم، انت لسه زعلان مني ولا ايه؟ ما انا عرفت كل حاجه وان انت راجل محترم ومفيش حاجه بينك وبين مراتي واحنا اتصالحنا مع بعض ومفيش اي حاجه. ايمن قال له خلاص ماشي تمام. بس رد سيد وقال له لا انت شكلك لسه زعلان، والله لا تطلع تشرب معايا الشاي. ايمن قال له لا ده انا مستعجل، انا رايح اشوف انتريه اخد مقاساته عندي شغل. سيد قال له يا عم انت ده 5 دقايق هنشرب الشاي على طول وهتنزل عشان نصفي الامور ما بيننا وعشان تتاكد ان مفيش حاجه موجوده لسه. ايمن للاسف طلع معاه لانه ما كانش متوقع حاجه من اللي منتظراه فوق. ولما طلعوا للشقه ويا دوب دخل من باب البيت على طول، سيد كان مجهز المطوه في جيبه، طلعها وطعنه طعنه شديده جدا في الرقبه. ايمن من كتر ان الخبطه كانت قويه ومن كتر شلال الدم اللي طلع منه ما قدرش يمسك نفسه، على طول وقع على الارض. وسيد لم يتوانى في ضرب مزيد من الطعنات لأيمن، ضربه 10 طعنات، 4 في الصدر و5 في الظهر. هو مات من اول طعنه لانها كانت في الرقبه. وللاسف بقى بالساطور اللي كان معاه وكان مجهزه بدا يقطع في ايمن، فصل الراس عن الجسم وبعدين فصل اليدين وبعدين قسم الوسط نصين والرجلين وحطهم في 7 اكياس بلاستيك، وساب الاكياس البلاستيك دي في الشقه لحد ما يشوف حته هيرميه فيها وقفل الشقه ونزل. ايمن كان متعود يرجع البيت على العصر علشان يتغدى. لما ما جاش بقى زوجته رنت عليه، لقيت التليفون كمان مقفول، قلقت عليه جدا. ولما اتصلت على بنت اخوه قالت لها ده ايمن ما رجعش لحد دلوقتي وتليفونه مقفول. قالت لها يمكن فصل شحن ولا حاجه. لما جت الساعه 12 بالليل وبرضه ايمن ما رجعش، هنا بقى القلق زاد اكتر واكتر، واتصلوا على صاحبه اسامه اللي بيقعد معاه باستمرار وقالوا له هو ايمن ما جاش عندك ولا شفته؟ قال لهم لا ما جاش، يمكن اخر في الشغلانه اللي كان رايحها ولا حاجه، ما تقلقوش وانا هنزل ادور عليه. فضلوا منتظرين ان ايمن يظهر، ما ظهرش لحد تاني يوم الساعه 12 الظهر. هنا بقى القلق زاد وقالوا ان ايمن جرى له حاجه. بدات كل الجيران تدور في كل حته وفي كل مكان، لان كل الجيران كان بتحبه لانه شخص مهذب ومحترم. بداوا بقى يدوروا في المستشفيات واقسام الشرطه في كل حته ويراجعوا الكاميرات. ايمن ما ظهرش. سيد بقى ظهر في المنطقه، ولما شاف الدنيا مقلوبه على ايمن والناس بقت تقول لاهله انهم لازم يتصلوا بالشرطه، وده فعلا اللي حصل. اخوات ايمن اتصلوا بالنجده لانه مختفي من امبارح ولسه ما رجعش. هنا بقى سيد ولما شاف الدنيا مقلوبه كده الموضوع ده اربكه شويه، وبسرعه رجع على الشقه اللي سايب فيها الجثه وجاب الكيس اللي حاطط فيه الايدين بتاعت ايمن، وجاب موبايله وببصمه الصباع بتاع ايده قدر يفتح الموبايل وبعت رساله على الواتس بتاع ابن اخوه قال له فيها احنا خطفنا ايمن عابد علشان نصب علينا في الفلوس بتاعه الاثار اللي ب1,000,000 جنيه، ويا ترجعوا الفلوس دي يا اما مش هتشوفوا ايمن تاني. هو عمل كده عشان يبعد الشبهه عنه ويوجه الشرطه او نظر الناس لطريق تاني، وخد الاكياس وطلع بيها على كورنيش المعادي. وطول ما هو ماشي كان كل ما يقابل صندوق زباله يرمي فيه كيس من الاكياس، وبعد كده رجع على بيته وكأن مفيش حاجه حصل. لما اهل ايمن جات لهم الرساله دي بتاعه الاثار عرفوا وتاكدوا ان ايمن جرت له حاجه، وادوا الرساله دي لجهات الامن واللي حضروا للمنطقه وبداوا بقى في التحريات بتاعتهم، واولها مراجعه كاميرات المراقبه واللي اظهرت ايمن انه طلع وركب ميكروباص باتجاه حلوان، وبداوا في تتبع خط سيره وسالوا سواقين الميكروباص والتحقيق مع اصحابه وجيرانه وكل ما عرف. واثناء التحريات ما هي شغاله جه بلاغ بعثور احد عمال النظافه على شنطه بلاستيك فيها بقايا جثه ادميه وشويه، وتم العثور على كيس تاني وكيس تالت وكيس رابع لحد ما عثروا على 7 اكياس، وتجميعهم الاكياس دي وعمل تحليل الدي ان ايه تبين انها تخص شخص واحد، والشخص اللي بتخصه ده هو ايمن عابد والمبلغ عن غيابه. بس مين يكون اللي عمل كده؟ بتكثيف التحريات اكتشفوا الخناقه اللي كانت ما بين ايمن وسيد سيف، راحوا جايبين سيد واللي انكر كل حاجه، ولكن بتتبع خط سيره تبين انه اتحرك في نفس طريق اختفاء ايمن اللي هو اتجاه حلوان، وعرفوا موضوع الشقه اللي كان مأجرها. وبتتبع كاميرات المراقبه اللي في محيط الشقه دي اتضح انه قابل ايمن وطلعوا الشقه سوا، بس ايمن ما نزلش تاني. وبعدها بشويه نزل سيف لوحده بس معاه اكياس البلاستيك واللي تم العثور عليها، وبمواجهته بالادله دي وتضييق الخناق عليه اعترف بكل حاجه وقال ايوه انا اللي عملت فيه كده عشان العلاقه اللي كانت ما بينه وما بين مراتي واللي هي كانت خطيبته الاولانيه. تم عمل المحضر اللازم وتم احاله سيد للنيابه العامه وبعدها للمحاكمه الجنائيه، وتم الحكم عليه بالاعدام شنقا بتهمه القتل المرتبط بالخطف عن طريق الاستدراء. والمحكمه طبعا ما خدتش بكلامه عن العلاقه اللي بيقول عليها دي، لان مش اي كلام يتاخد بيه، لازم يكون في حاجه قطعيه. واللي حصل فعلا ان ما كانش فيه اي علاقه بين ايمن ومراته، وكل اللي كان في دماغه ده ما هو الا شك وخيال مريء.
للاسف ما فكرش في الراجل الطيب اللي خلص عليه ده وقطعه بطريقه صعبه جدا، ما فكرش في عيلته واولاده الاربعه مين هيربيهم من بعده. حرام عليك يا اخي، عملت فيه كده ليه؟ يا ريت حضراتكم تشاركونا، هل فعلا لما حد يشك في اي حاجه مراته بتعملها او في كلام بينه وبين اي حد، ده حتى لو حقيقي يعني، يروح ويعمل كده قبل ما يتاكد الاول؟ طبعا ما ينفعش. يا ريت تشاركونا حضراتكم بتعليقات. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.